بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، دائما أهل السنة يقولون علي كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه، دائما نسمع هذا الكلام. طيب أخوان، هذا كتاب الفتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب شيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، معروف هذا الدويش. المجلد الثالث في العقيدة يقول على هذا السؤال اللي هو: هل يجوز أن نقول لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ طيب يا أخوان، نريد نعرف مكانة الإمام علي عليه السلام عند هؤلاء. هذا السؤال أخواني يقول سؤال: لما لقب علي بن أبي طالب بتكريم وجهه أو بتكريم الوجه؟ الجواب: تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على كذا أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، بل يشاركه غيره فيه من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. طيب أخواني الأعزاء، يعني اللي يقول علي كرم الله وجهه أو بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، يعني أي واحد يقول علي كرم الله وجهه فيكون مغالي من الشيعة. طيب علماءك يقولون علي كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه، هل هم مغالين يا الدويش؟ هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.